زي ما انت شايف كده حلوف واكل على السبحة. يعني شكلنا على السبحة اشكال وانواع من السمك. حلوف واكل على السلاح اللي فوق الجزء الضيق. زي ما قلنا، اللي عايز وصف السبحة يكتب لي في التعليقات، وانا هبعت له الرابط بتاع الفيديو كامل بتاع تفصيل وتوضيح السبحة بشروطها ومعاييرها. زي ما احنا شايفين اهو حلوف وداخل على البرغوث طبعا. وده زي ما احنا شايفين كده، ده حلوف تاني اكبر من الاولاني شويه على السبحه برضو، واكل على الجوز اللي تحت زي ما احنا شايفين كده، الجوز الضيق. اللي ما يعرفش الحلوف طبعا، ملمسه عباره عن جلد خشن اتجاه واحد، يعني اتجاه ناعم وترجع تاني بعكس الاتجاه تلاقيه خشن. لما بيجي يتاكل طبعا مميز جدا بطعمه، طعمه قريب جدا من الارانب. ناس اسكندرانيه عارفه الكلام ده. بيتسلخ وبيتقلى، بيبقى تحفه طبعا وطعمه خطير جدا اهو زي ما احنا شايفين. واكل على السلاح اللي تحت، حجمه اكبر من اللي قبليه على السبحه برضه. زي ما احنا متعودين في كل فيديو بنشوف كبشه كده واحنا شغالين. ده طبعا قطعة الخيش دي احنا قلنا اكتر الخامات اللي ممكن تحافظ على السمك في الحر في مسافات طويلة. تنزلها المية وتعصرها كويس وتحطها على السمك بتحفظه، بالاضافة للتلج طبعا في الايس بوكس، فالدنيا بتبقى متظبطة بقطعة الخيش دي. فدي كبشة كده واحنا شغالين. البطاطا ما شاء الله في الشتاء احجامها كويسة جدا، حلوفين زي ما احنا شايفين كده، كله على البرغوث وكله على السبحة. استنى الحصيلة ان شاء الله اخر الفيديو. وادي حلوف كمان اهو، بس الحلوف ده اكبر واحد في التلاتة زي ما احنا شايفين اهو. المية النهاردة مليانة حلاليف. طبعا الطعم مميز جدا زي ما انا قلت لكم، كأنك بتاكل ارانب، بس طبعا بيتسلخ. وزي ما قلنا ان ملمسه اتجاه واحد، وجلد عبارة عن جلد اهو. بصوا حجمه في الجردل قد ايه ده، يعني عايز اقول لكم معدي داخل على نص كيلو، يعني حجمه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكل مشاهدي القناه مشتركين ومشاهدين. بنرحب بكل مشتركينا الجدد زي ما احنا متعودين، وبنقول لهم ان شاء الله تتفرجوا وتشوفوا محتوى يليق بيكم ان شاء الله، ونقدم لكم كل جهدنا على اننا وانت بتتفرج على الربع ساعة او التلت ساعة او ايا ما كان الوقت تكون مبسوط، وتكون بتطلع بمعلومات كويسة. بنستفيد من الهواية اللي ربنا رزقنا بيها دي، ومن احسن الهوايات اللي ممكن تمارسها في حياتك. يلا بينا كده بسرعة نشوف هنعمل ايه، وهنتكلم عن كل حاجة واحنا شغالين. يلا بينا ونقوله بسم الله كده ونرمي اول رمية. وطبعا السبحة الناس المتابعة عارفة احنا بنرمي بالسبحة، بنستهدف في المقام الاول البطاطا. زي ما احنا شايفين الطعم الاساسي برغوث، السلاح 8 كفتة، عاملين 5 اسلحة فوق و2 تحت ضيقين. اللي عايز شرح السبحة يبعت لي في التعليقات وانا هبعت له الرابط بتاع الفيديو. تعال نرموا النهاردة كده اول رمية ونشوفوا المية فيها ايه. احنا جايين مستهدفين البطاطا، بس حالة الجو النهاردة يعني عايز اقول لكم ان الموج ارتفاعه من 1.5 متر لمترين. البحر تقريبا بيفضي. برمي على قرار حوالي 3 متر تقريبا تحت مني وعرايا. المية دي ممكن يبقى فيها شراغيش. المية المعكرة دي ممكن يبقى فيها شراغيش، وبالاخص ان انت رامي على وعر، فوارد جدا ان انت تلاقي شراغيش. طبعا بنقوله للناس كلها كل سنة وهي طيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ينعاد علينا وعلى الجميع بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير. البطاطا ظهرت اهي زي ما احنا شفنا، يبقى موجودة، بس في سمك تاني بياكل معاها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. شراغيش حلوة اهي، شراغيش حلوة على السبحة، واكل على الفردة اللي فوق الجوز. شراغيش القربة زي ما توقعنا
زي ما توقعنا قلنا ان المية غالبا مش هيبقى فيها بطاطا. المية معكرة والأرضية واقعة، فوارد جدا بنسبة كبيرة ان يخش عليك شراغيش. وعلى البرغوثة الحية شراغيش حلوة ايه اللي هي شراغيش القربع. خليك معايا، تعالى نرمي رمية كده ونتكلم مع بعض شوية. النهارده احنا مستهدفين ايه؟ طالما شغالين بالسبحة طبعا والناس المتابعة عارفة، يبقى احنا مستهدفين البطاطا. اول تارجت ليك البطاطا. طبعا السبحة بتوقع جميع انواع السمك زي ما احنا شفنا قبل كده يعني. طب انا مستهدف ايه؟ مستهدف البطاطا. في واحد يقول لي طب انت مستهدف البطاطا في الشتاء؟ هقول له ايه بقى؟ ما شاء الله بطاطا باحجام كويسه في الشتاء. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله دايما في فيديوهاتنا الخاصه بالسمكه دي، بسمكه البطاطا، دايما بنقول البطاطا ملهاش علاقه بالمواسم، ملهاش يعني ما بتبقاش علاقتها بالمواسم. نشاطها بيبقى متعلق بالمواسم، نشاطها بيبقى حسب درجة حرارة المية. درجة حرارة المية 20 وطالع تلاقيها بكترة، تبقى نشطة جدا. يعني ايه نشطة جدا؟ يعني تاكل بكترة. السنة اللي فاتت كانت على 19 درجة، كانت درجة حرارة المية كانت 19. النهاردة درجة حرارة المية 18 وكلت وموجودة. فكده احنا نعرف ان هي ملهاش علاقة ولا بشتاء ولا بصيف. هي سمكة نهارية مش ليلية، وبتاكل حسب درجة حرارة المية. طب انا اعرف درجة حرارة المية منين وازاي؟ مواقع كتير قوي ومنصات كتير قوي خاصة بالصيد بتبقى كاتبالك درجة حرارة المية اليوم بيوم، درجة حرارة مية البحر اليوم بيوم. بس فانت لغاية 18 درجة النهاردة درجة حرارة المية موجودة اهي البطاطا. خليك معايا كده وتعالى نرمي عليها تاني. تعالى نرمي ونكمل كلامنا. هي واكله النهارده على شويه طبعا ايه يعني على مترين، شويه على 3 متر. طبعا احنا عارفين من خلال الفيديوهات اللي فاتت او الفيديوهات الخاصه بالبطاطا ان احنا دايما بنقول ان هي العيار بتاعها يحير. يعني ايه؟ يعني شويه تلاقيها على الارض، شويه تلاقيها بين الميتين، شويه تلاقيها عايمه. هي دلوقتي عايمه، يعني دلوقتي كانت واكله الصبح على الغرق. وغالبا اي سمك بيحب ياكل على الارض في طلعة النهار. يعني ايه سمكة نهارية؟ يعني السمكة دي ما بتاكلش بالليل، السمكة دي ما بتاكلش الا بالنهار. سبحان الله يعني. بالليل مستحيل تاخد بطاطا، ما بتاكلش اساسا. بالنهار مع بداية طلوع اول ضوء بتبتدي تلاقيها في المية. اهي على السبحة. طبعا السبحة 5 أسلحة فوق، 2 جوز تحت ضيقين، سلاح 8 كفتة، الطعم برغوت الأساسي. طبعا اللي عايز يعرف تفاصيل السبحة بشروطها وبمعاييرها يكتب لي في التعليقات وابعت له الرابط بتاع الفيديو بتاع شرح السبحة. تعالى نرمي رمية كده. بالنسبة للناس يا جماعة اللي بتسألني عن المكان، دايما بدور على الاماكن الممنوعه، ومعظم فيديوهاتي في اماكن ممنوعه. لما بروح مكان متاح طبعا ما بيبقاش فيه اي مانع ان انا اقول ان انا في الحته الفلانيه. انما المصايد كلها بايظه يا جماعه. احنا اتعلمنا الصيد في اسكندريه اساسا. اللي بوظ المصايد دي بتوع الغزل والسريحه، بتوع الزريعه اللي بيدمروا الثروه السمكيه بالكامل. الناس الاسكندرانيه هيعرفوا الكلام اللي انا هقوله ده. السلسله من اول السلسله جندي المجهول، شاطبي، ستانلي، في ظهر المهندسين، في ظهر المحامين، كل دي كانت مصايد وكان فيها خير احسن من الخير اللي موجود دلوقتي في الاماكن الممنوعه. خلاص يعني معظم مصايد اسكندريه باظت بسبب الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. فدايما الواحد بيدور على حتت ممنوعه عشان يلاقي فيه سمك وعشان يقدر يقضي يوم حلو. كل سمكه وليها احساس. في ايدك بطاطا ما شاء الله كبيره يعني، ما شاء الله ما شاء الله. ادي بطاطا، ادي بطاطا يا جماعه في عز الشتاء. بطاطا الصاعقه احجام طبعا مش عايز اقول لكم ان الكاميرا مش عاطيها حقها. واكله على السلاح اللي فوق الجوز على طول. ادي البطاطا في عز الشتاء زي ما احنا شايفين كده، جو شتاء طبعا. وادي البطاطا. ليه بقى البطاطا موجوده؟ عشان درجه حراره الميه مناسبه ليها. النهارده
كده درجة حرارة المية 18 زي ما قلنا. خليك معايا. طبعا زي ما احنا متفقين ان من مميزات السبحة ان بيقع معاك اكتر من اتنين، ممكن يقع معاك اتنين، ممكن يقع معاك تلاتة، واحجام زي ما احنا شايفين احجام معقولة جدا، احجام كبيرة. زي ما شفنا في فيديوهات قبل كده، تصوروا 4 هم طالعين لايف، 3. دي من مميزات السبحة. تاخد 2 تاخد 3 بتفرق معاك في الكم كتير قوي، يعني اكتر من ان انت تشتغل بالجوز، اكتر من ان انت تشتغل بالمشنقة، اكتر من ان انت تشتغل بالربع. زي ما احنا شايفين 3 واحجام ممتازة، يعني 3 مع بعض، 2 تحت، 2 واكلين تحت في السلاحين اللي تحت، واحدة واكلة في السلاح اللي في النص فوق. هو في 5 فوق واكلة في السلاح اللي في النص فوق زي ما انت شايف كده. احجام زي ما انت شايف، وكمان الكاميرا مش عاطيه السمكه حجمها الطبيعي، يعني اللي انا شايفه. خليك معايا. زي ما احنا متعودين كالعاده بنشوف كبشه كده من السمك واحنا شغالين، كبشه شراميش بطاطا. الشراميش طبعا يعني غير متوقعه النهارده، وداخله على البرغوث الحي، يعني شراميش حلوه زي ما احنا شايفين كده. بطاطا دي كبشه كده، واستنى الحصيله اخر الفيديو ان شاء الله. زي ما احنا شايفين شراميش كده، اربع واقل من الاربع، حاجات بسيطه. خليك معايا. كلها داخله على البرغوث وعلى السبحه، كلها على السبحه. طبعا ليها 3 اسامي. في اسكندريه احنا هنا بنسميها بطاطا، بعض المحافظات وبعض الدول العربيه بيسموها سيجان، وفي الخليج بيسموها صافي. فالبطاطا الاسكندرانيه بيقولوا عليها بطاطا، البورسعيديه والاسماعيليه اخواتنا وحبايبنا بيقولوا عليها سيجان، وبعض الدول العربيه والخليج كله بالكامل بيسميها صافي. واكله تحت اهي في السلاح اللي فوق الجوز على طول، يعتبر تحت يعني، لما عليت الفله شويه. خليك معايا. والبطاطا ما شاء الله من السمك المعمر. يعني ايه من السمك المعمر؟ يعني اللي معاك من زمان قوي موجود. في اسماك كانت موجوده زمان ودلوقتي انقرضت، زي الصرب، زي الجرجار. طبعا الناس القديمه الصيادين القدام هيعرفوا انا بتكلم عن ايه. الجرجار ده انا ما بقتش اشوفه دلوقتي خالص. الصرب في النادر قوي لما اشوفه. البطاطا من الاسماك بقى المعمره. يعني ايه معمره؟ يعني معاك، موجوده معاك. وده بيرجع لان تفريخها بتفرخ بكميه كبيره جدا، من اكتر الاسماك اللي بتفرخ بطاطا بالفعل يا جماعه. يعني التكاثر بتاعها بيبقى بكميه رهيبه جدا، عشان كده بتلاقيها بكثره في الميه، وبتبقى معاك صيف شتاء موجوده معاك، بس درجه حراره الميه مناسبه بالنسبه لها ما شاء الله. زي ما احنا شايفين درجه حراره الميه مناسبه بالنسبه لها، بتلاقيها موجوده. فمن السمك المعمر يعني. الموضوع بالنسبه للبطاطا يا جماعه، السبحه اكله بالنسبه لها يعني ليها مميزات كتيره قوي. مش موضوع ان في سمك في الميه، لا، السبحه فعلا انسب طريقه لصيد البطاطا، وفعلا بيغلط معاك سمك تاني. وبفرح بتكلمني بتتواصل معايا وبتقول لي عملت السبحه ونجحت معاها، وبقت اساسي بالنسبه لصيد البطاطا. بقوا يعملوا السبحه وشغالين، وبيقولوا لي ممتعه وفرقت معانا في الكم فعلا. يعني ان انت بتحط يعني 7 اسلحه، فاحتمالات السمك اكتر من الجوز، اكتر من الربع اللي انت تطلعه. يعني احنا وصلنا ل4 وتصوروا كتير في الفيديوهات 4 و2 اهو زي ما انا بقول. يعني ايه؟ يعني لما بطاطايه واحده بتمتعك في البوصه، فما بالك 2 وما بالك 3 وما بالك 4. زي ما احنا شايفين.
اللهم لك الحمد. زي ما احنا متعودين في نهاية كل فيديو بنشوف الحصيلة كاملة. النهاردة كنا مستهدفين البطاطا في المقام الأول، خدنا منها حصة وفيرة جدا. السبحة غلطت معانا شراغيش وحلاليف. لو انت مستهدف البطاطا في أي مكان اشتغل بالسبحة، هتحس بالفرق جدا، هتفرق معاك في الكم. هتتمتع في البوصة بسمكتين وبتلاتة. لو انت شغال بالجوز او بالربع او بالمشنقة هتحس بالفرق لو اشتغلت بالسبحة. اتمنى من المولى عز وجل ان الفيديو يكون نال اعجابك، وبشكرك جدا انك وصلت معايا للدقيقة دي في الفيديو. دايما اثبت وجودك بلايك او بتعليق. بشكر كل الناس اللي بتساند القناة. اتمنى من المولى عز وجل ان احنا نتقابل قريب على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.